اشتديك استاذ حافظ. اريدك. هذا اي قائد؟ هذا قائدنا الكلداني نبوخذ نصر الثاني. هذا يعتبر اعظم امبراطور عرفه التاريخ. هو هذا قائد نبوخذ نصر الثاني مو الاول. الاول حكم لفتره وراها اجى سيطروا الاشوريين على مدينه بابل. هي السومريه كانت قبل اسمها. نعم. سموها السومريه بالبدايه. نعم. ايه. وبعدها احتلوها الاشوريين ومن ثم احتلوها من الفراعنه. ايه. ووراها اجى من الطائف نبوخذ نصر الثاني اجى حررها من الاشوريين ومن الفراعنه. اخرجهم من بلاد ما بين النهرين. ليش تسمى بلاد ما بين النهرين؟ كانت تقع بين دجله والفرات بابل. تسمى ما بين النهرين. ايه. وقبلها كانت تسمى قلنا مدينه سومر واكل. ايه. وبعدها قام هذا القائد باسقاط مدينه اورشليم اللي هي في القدس. اورشليم حررها من اليهود. ايه. وتم اسقاطهم واسرهم الى بابل. فهو كان شنو من يغزي مدينه ما كان ينوي عليها مثلا ياخذها. شنو كان ياخذ منهم الجزيه والفديه. واذا كان الملك مو زين فيغيره هو عن طريقه يتغير. يصلح حال المدينه. اي قائد جديد قائد يكون مضبوط هو اللي يرضى عليه يخليه. نعم. اي. فكان هو اللي يخلي ينصب الحكام على ايده. نبوخذ نصر كانت زوجات احدى منهن اسمها ميديا اللي هي ملقبه بسميراميس. فسميراميس كانت تسكن في مناطق وسط العراق، مناطق الجبليه اللي المناطق الجبليه اللي فيها الحشائش والاشجار. فكانت تشتاق لهذه المنطقه. فايش سوى نبوخذ نصر؟ من اجل سميراميس بنى الجنائن المعلقه اللي هي موجوده لحد الان. فبناها على شكل مدرجات للبابل اشبه بالجبال. ايه. وضع لها شلال من الاسفل الى الاعلى على قانون ارخميدس اللي كانوا البابليين الاكاديين. هم اللي علماء بالفلك، علماء بالرياضيات، وعلماء بالهندسه. فمن اجل سميراميس بنيت الجنائن المعلقه، وذلك لاشتياقها الى منطقتها اللي تسكن بها. فهذا القائد نبوخذ نصر يعتبر اعظم امبراطور في تاريخ العراق. فما كان اي جيش يوقف ضدها. فحررها من الاشوريين، وحرر ايضا الموصل اللي كانوا همنا عاصمه الاشوريين انذاك. فحررها من عندهم وصارت تحت سيطرته. يعني التاريخ يعيد نفسه. ايضا الان يعني يعيش ايام تحرير الموصل من الدواعش. اي نعم. يعني مفارقات جميله يعني. فعداوه اليهود من ذاك العصر لحد الان بسبب نبوخذ نصر اللي اسرهم وجابوا ضمنانه وطلب منهم الجزيه والفديه واسقط اورشليم على ايده. وهيكل سليمان ايضا فلش على ايده. سليمان التركي؟ لا، هيكل سليمان اللي ابن نبي داود. ايه. هو شو اسمه اليهود من شو اسمه نبي داود اليهودي ونبي سليمان اللي تابعين لاسرائيل. نعم. فهو اللي خرج فلش الهيكل ماله. العفو استاذ، قد طولت عندك وقت برسمها؟ هاي رسمتها تقريبا 4 ايام. فعلى فيها 10 ايديك يعني رسم بارز. شلون مجسم؟ رسمته لان على شكل النحت.
شلون اشبه من نحت سويت. ايوه باينه. ايه يسمى الرسم البارز على شكل نحت. وهذه الالوان الوان اكريليك امريكيه مضبوطه، يعني الالوان اللي الاصليه الامريكيه. فهو هذا القائد العربي اللي كلها العالم تشبه به، حتى هتلر قلده. عفوا استاذ، يعني حتى اذا كان دور عالمي بوقتها غزا العالم شيء. غزا العالم سيطر عليه، سيطر على مصر، سيطر على القدس، سيطر على سوريا، سيطر على جميع الدول داير ما دايره، الدول اللي تحيطنا ماكو ولا صارت تحت سيطرته. تحت الحكم ماكو. ايه تحت سيطرته صارت. ايه فما كان احد يقدر يوقف ضده. اي دوله اللي يريد يدخلها يطب هو وجيشه كلها يسقطها ويطلع. ايه ما كان يحرق، لا يأذي لا يحرق، بس سقطك وانتهت سيطرته بس. يعني يعني مثل اللي يعمرها يعني. يعني ما يدمرها. لا ما يدمر، فقط يحتلها على تبقى على سيطرته بس. تحت قانونه يعني. فعن طريقه يبدل حتى اللي مثلا يعانده يسوي عليه حصار. اللي عنده يبقى عليه يسوي حصار دائما، لا تجاره لا شو اسمه ينتهي، يعني الدوله تنتهي اللي تعانده، اللي ما تدفع له جزيره. يعني اشكرك طبعا اليوم وتعبناك. وعشت يديك على يعني لوحه جميله ومثل تاريخ اجدادنا وتاريخ العراق ودولتنا. الحضاره البابليه الاكاديه. عشت يديك وانا اسف يعني عن تعبناك يعني. لا بس احنا نريد حقيقه من خلال هذا الفيديو نريد شبابنا وولدنا وبناتنا يتثقفون. وهوايه ناس يعني تعرف التاريخ، تعرف اسم الشخصيات، بس ما يعرف شنو اعماله، ايش قدم، ايش سوى، يعني تاريخه، يعني هذا شبه مجهول للبعض طبعا مو ليس الجميع. اي انا اشكرك، واليوم زحمناك وتعبناك وايد. الله يحفظك، عاش سيدك، الله يسلمك، الله يخليك. شكرا استاذ.